أهلا بيكم في قناتي تجربة إيمي. تجربتنا النهاردة في القاهرة، وبالتحديد في حديقة الجيزة أو حديقة سفاري بارك. الحديقة دي موجودة في إمبابة، آخر كوبري أحمد عرابي. الحديقة بسيطة جدا، وفي نفس الوقت فيها كل حاجة حابين تشوفوها، أو كل حاجة لما بتخرجوا بتدوروا عليها. هتلاقوا بحيرة تقعدوا عليها، هتلاقوا قاعدة حلوة قوي على شلالات، هتلاقوا خضرة كتير، مساحات واسعة، هتلاقوا كافيهات، هتلاقوا مطاعم، هتلاقوا ملاهي، هتلاقوا جمال، هتلاقوا حصنة. المكان شامل، المكان بسيط وفي نفس الوقت جميل. رحتوا وعجبني قوي، وحبيت انقل لكم تجربتي. تعالوا معايا اخدكم في جولة سريعة داخل حديقة سفاري بارك. يلا بينا. سعر تذكرة دخول الحديقة 20 جنيه بالنسبة للفرد، وبالنسبة للطلبة 10 جنيه. المكان زي ما انتم شايفين فيه خيول، وفيه جمال، وفيه ملاهي، وفي ناس بترسم هناك، بترسم حنة وبترسم تاتو وحاجات كده جميلة قوي. هتلاقوا كمان جمال زي ما انتم شايفين، اللي بيحب يركب جمال ويتمشى بيها. هتلاقوا ملاهي كاملة بكل ما اللي بيدوروا عليه، الالعاب الهاديه والالعاب المرعبه والالعاب الصغيره والالعاب الكبيره. دي بنتي لوجين ركبت انا وهي الساقيه. دي من الحاجات اللي انا بحب اركبها لما بروح الملاهي، بحس انها جميله وانا موجوده فوق بتفرج على اي مكان انا فيه بالكامل. وزي ما انتم شايفين انا مصوره لكم من فوق، جايبه لكم الحديقه كلها من فوق. شايفين الجمال ده؟ بقى تحت ده كان كافيه موجود هناك، في مجموعه كافيهات، ده واحد من ضمنهم. وفي هناك مطاعم. على فكرة الأسعار ما كانتش غالية قوي، كانت الأسعار معقولة، والقعدة كانت منتهى الجمال. بس نصيحة، اللي حابب يروح حديقة سفاري بارك ما يروحش يوم أجازة عشان بتكون زحمة جدا. أنا عملت غلطة، رحت يوم جمعة، فبصراحة كان نفسي أستمتع بالمكان أكتر. الزحمة ما كانتش مساعداني، وكان في ألعاب نفسي أركبها كتير، برضو الزحمة خلتني أزهق إن أقف في طابور أو أستنى دوري عشان أركب المرجحة، فكنت بركب الحاجات اللي ما كانتش زحمة. فلو رحتوا في يوم هادي هتلاقوا الدنيا جميلة قوي. دي لعبة الأخطبوط، دي برضو من الألعاب اللي أنا ركبت فيها، كانت جميلة جدا. وركبت قطر الموت، هناك في قطر موت بس كان صغير، ما كانش يعني الكبير اللي زي في دريم بارك. ده بقى مجمع الكافيهات زي ما انتم شايفين كده، مجمع كافيهات كده حلو كده، وفي ناس، في هناك مشاوي وفي بيتزا وفي كريبات وفي سندوتشات. المكان حلو بصراحة وشامل، لكن عشان كان بالنهار في الشمس زي ما انتم شايفين. يعني نصيحة اللي يروح كده على العصرية، وقت العصر هتبقى القعدة منتهى الجمال، ويكون يوم مش اجازة. يعني دي نصيحة من خلال تجربتي. ده المنيو بتاع المكان اللي احنا كنا قاعدين فيه، حبيت برضو اصوره لكم، اللي حابب ياخدوا سكرين شوت ويشوف الاسعار قبل ما يروح عشان يبقى عارف هيقعد فين وهيعمل ايه. تعالوا بقى اخدكم على الركن المحبب لقلبي. انا اي مكان فيه بحر، فيه شلالات، فيه خضرة بيستهويني جدا وبحبه. المكان ده كان تحفة فنية بجد، أجمل مكان موجود في حديقة سفاري بارك. هتلاقوا شلالات، وجنب منهم بحيرة صغيرة، وقدامهم مساحة خضرة كبيرة زي ما انتم شايفين. القعدة رائعة بجد، أجواء جميلة قوي. صوت المية اللي نازلة من الشلالات مع نسيم الهواء كانت حاجة ممتعة. تحبوا تقعدوا اليوم كله هناك من غير ما تزهقوا، وتاخدوا شوية صور. منتهى الجمال، المكان بجد حلو جدا. دي كانت تجربتي في حديقة سفاري بارك، حبيت اقول لكم عليها. اللي عجبه الفيديو يا ريت لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان يوصل له كل جديد.